السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعاتي الغاليات، كنتمنى تكونوا في اتم الصحه والعافيه يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الورقه في محضره في الدار اللي كتجي مضمونه 100%، وواحد الحشوه رائعه ومنعشه. غتجربوها ان شاء الله غتعجبكم. ندوزو للمقادير وكيفيه التحضير على بركة الله. عندي هنايا زلافة ديال الدقيق الابيض، ملحة ومعلقة صغيرة ديال الخل. زلافة نتوما عمروها مزيان، وبنفس الزلافة غادي ندير الماء، معلقة صغيرة ديال الخل، وغادي نطحنو مزيان وغادي نخليه يرتاح واحد الساعة. هنايا عندي الكسرونه فيها الماء غليان والمقله حتى هي سخونه باش تشد لينا العجينه. هانتوما كتشوفوا الخليط وصفيناه بعد ما تطحنوه، تصفيوه من الاحسن باش ما يكونوش فيه دوك الكويرات. هنا راه كندوزو بحال الا كنصبغوه على هذا الشكل. والبلاصه اللي كتبان لينا ضعيفه ناقصه راه كنعاود ندوز عليها الشيته. ما حدا هي كتنشف، والبلايص اللي مثقبين راه كيبانوا فيها واضحين كنعاودوهم، ماشي مشكل. هانتوما كيبان لكم. ملي تتبدا تنشف راه كيبدا يغلق اللون ديالها. صافي كنحيدها وندهنوها بالزيت من بعد. هانتوما كتشوفوا راه كتجي ناجحه 100%. غا هي العيب ديال هاد الورقه ما خصهاش تبات، يعني كي كنوجدوها كتستعملوها في داك النهار. صافي غادي كي قلت لكم غادي ندهنها بالزيت. هي راه كتجي شفافه. البلاصه اللي كتبان لينا رقيقه كي قلت لكم نعاودوها، راه ما كتجيش غليظه حتى كنكملوا كاع الباقي العجينه اللي عندنا. هانتوما كيبان لكم. غادي ندوزو للحشوه. عندي هنايا خيزو، عندي الليمون، عندي الدجاج، صدر الدجاج، عندي شويه ديال اللوز، عندي الزيت، الزبده، وشويه ديال التوابل، القرفه، قشوره الليمون محكوكين، وسكنجبير، والملحه بالطبع، والزبيب في الاخير. عندي هنايا في الحكاكه خيزو نحكو مزيان.
انا غادي نديرو في الهاشوار. الدجاج هنايا غندير ليه التوابل، قلنا قرفه سكينجبير والقشور ديال الليمون والعصير ديال الليمون هنايا، وغادي نخليهم يترقدوا يعني واحد الساعه د المكانه هكاك باش يتشرب لينا هذاك الدجاج ديالنا التوابل وداك المذاق ديال الليمون. نتوما تقدروا ديروا الصدر ديال الدجاج مقطع، انا عندي هاد القطع درتهم. هنايا غادي ندوزو نطيبو، عندي ديك المعلقه كبيره ديال الزبده والزيت. هنايا في النار مهيله، ما تجهدوش على البوطه باش ما تنشفش لينا، وخصنا نضيفوا الماء لما بغيناش نستعملوا الماء. هنايا خويت داك العصير ديال الليمون اللي بقى ليا في جبانيه. هنا بعد ما طاب بقى لينا هاد المرق، غادي ندوزو نطيبو فيه هذاك الخيزو اللي حكينا. نبقى نديو نجيبو حتى يطيب مزيان يدخلو الطياب. غادي نرمي عليه الزبيب. صافي حتى تنشف لينا الحشوه ويطيب هذاك خيزو مزيان. وانتم ذوقوا الملحه، الا خاصو الملحه ضيفوا ليه الملح. انا داك الدجاج بعد ما فتشتو راه كيجي متشرب داك المذاق ديال الليمون في الاخر، ما يبقاش فيه الماء. صافي غادي نخلط. في الاخير غادي نخوي عليه هذاك اللوز وغنخلطو مزيان، ونخليو الحشوه حتى تاخذ وقتها تبرد مزيان باش ما تقبش لينا هذيك الورقه. راه جربوا هاد الحشوه، راه كتجي منعشه ورائعه بلا كثره المقادير. عندي هنايا الورقه هانتوما كتشوفوا راه ما مثقبه ما والو، مطاوعه انا في الطويان. غندوزو نبدا نعمروها. غادي ندير منهم السيجار، راه ما كتجي ساهله يعني في التحضير. هاد الورقه ما كتاخدش وقت كتير في التحضير. كنستمر وتنكمل كاع الورقات اللي عندي. صافي وكندخلوهم الفرن معتدل، العافيه معتدله باش ما يتخطفوش لينا في اللون ديالهم ويجيو محمرين على خاطرهم. ان شاء الله هاد الحشوه راه حتى هي كتجي رائعه. وجربوها. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش واحد لايك وشي تشجيع للدعم، وشكرا لكم على المتابعة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.